السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم طريقة التبولة التركية أو الكسر بالتركي. إن شاء الله تعجبكم الطريقة. في البداية معنا نص كوب من زيت الزيتون، يعني لازم يكون زيت زيتون عشان تطلع طعمته طيبة. راح نحميه شوي على الغاز. هون معانا بصلة مبشورة بشر، قطع الزيت ونحركها بهالشكل. على البصل بعد ما ذبل معانا معلقة صغيرة من الثوم المهروس ونحرك. هون راح نضيف 3 معالق من دبس البندورة. هون بهالمرحلة هاي تحبون تحطون معاه دبس فليفلة اللي يحب الحد. هون راح نضيف التوابل على دبس البندورة والبصل، نص معلقة من الملح، معلقة من النعناع، نص معلقة كمون. هون عندنا معلقة من السماق، ربع معلقة فلفل. راح نضيفهم كلهم على الدبس بالشكل ونحرك. هون راح نضيف المي. هون بالنسبة للمي عندي كوبين من المي، راح نضيف أول كوب، هذا الكوب الثاني. هون حسب ما انتو يعني تحطون بالنسبة للبرغل، أنا حاطة كوبين برغل، تحطون كوبين مي. هون راح نخليه لبين ما يسخن معانا ويغلي. هون معانا كوبين من البرغل، هذا أول كوب، هذا الكوب الثاني. هون صار يغلي معانا بالشكل هذا، راح نطفي عليه. هون راح نحطه فوق البرغل بالشكل هذا. مع الصوص عشان ينقع معنا بالشكل هذا. راح نخليه يرتاح يعني لمدة ربع ساعة لبين ما تفتح الحبة، ونرجع نحط الخضرة. هون بعد ربع ساعة تفتحت معانا الحبة بهالشكل، لازم يكون بهالشكل هذا ما يتعجن يعني معانا. راح نحط عليه باقي المواد. هون عندنا دبس رمان 3/4 كاسة شاي. هون راح نحركه مع دبس الرمان شوي. راح نضيف ليمون، هون عندنا كأس صغير من الليمون، نص كاسة شاي زيت زيتون. راح نحركهم كلهم بهالشكل هذا. هون راح نضيف البندورة. هون عندي أنا بندورة كبيرة أو بندورتين صغار، راح نضيفها. هون خس مفروم، بقدونس، يعني من كل شغلة تحطون كوب أو حسب ما أنتوا تحبون. بصل أخضر، عندنا هون كوب من النعناع الأخضر. هي الأكلة هاي تحب الخضرة، يعني أي نوع تحبونه من الخضرة حطوا بيها. هون راح نحركهم كلهم مع بعض بالشكل هذا. آخر مكون عندنا مخلل الخيار،
راح نضيفه عليه، راح نحركهم كلهم مع بعض. هاي الأكلة طيبة، لازم تجربونها يعني، مثل التبولة السورية. هاد طبقنا صار جاهز. طريقة الكسر أو التبولة التركية، شوفوا منظرها ما شاء الله شهية. إن شاء الله تجربونها وتعجبكم. ألف صحة وعافية عليكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم.